بنعلق اللوحات الفنية في البيت عشان نخليه أجمل. عايزين نعلقها بطريقة صح عشان الجمال والتنسيق والتوازن يزيدوا ما يقلوش. أنا ريم من فريق كالمنزل. النهاردة هنتكلم عن كل القواعد البسيطة اللي بتخلي اللوحات الفنية يكون شكلها جميل في البيت، ارتفاعها، عرضها، تنسيقها مع بقية القطع اللي في البيت وهكذا. ما تنسيش ان الفيديو متقسم اجزاء مكتوبة في الوصف، ممكن تضغطي على اسم الجزء عشان تروحي عليه على طول. وما تنسيش كمان تعملي لنا فولو على يوتيوب وفيسبوك وانستجرام. وفي اخر الفيديو هقولك لو نسيتي كل القواعد اللي اتكلمنا فيها على حاجة كده، جملة واحدة تفتكريها هتريحك وهتساعدك كتير. يلا بينا. رقم 1، ودي اكتر حاجة بنتسأل فيها وكمان اكتر حاجة بنشوفها معمولة بطريقة مش منسقة قوي، هي ارتفاع اللوحة عن الارض. القاعدة العامة ان منتصف اللوحة بالطول يكون عند مستوى العين، وده بيكون حوالي 150 سنتي. القاعدة دي بتنطبق كمان لو حاطين مجموعة لوحات، يعني لو حاطين مثلا لوحتين أو 3 فوق بعض، يبقى منتصف المجموعة يبقى برضه عند مستوى العين. لو خدتي بالك في المعارض أو المتاحف، اللوحات بتبقى متعلقة كده عشان الناس وهي ماشية تشوفها كويس وتستمتع بيها. ممكن تقولي لي طب أنا عندي لوحة طويلة جدا، لو حطيت نصها عند مستوى العين يعني ده اللوحة هتقرب قوي من الأرض. صح، فعلا ده هيحصل وهو ده الصح ومفيش مانع طالما اللوحة مفيش تحتها قطعة تانية من الأثاث. وده اللي هنتكلم فيه في رقم 2. لو اللوحة تحتها حاجة زي مثلا بوفيه أو كونسول أو كنبة، خلي يكون بينها وبين القطعة دي مش أكتر من 30 سنتي. ممكن يكونوا أقل، يعني ممكن يكونوا مثلا 10 سنتي 15 سنتي، بس حاولي يكون مش أكتر من 30 سنتي. ممكن نعمل استثناء لو السقف عالي جدا، بس حاولي ما تخليش اللوحة طايرة لفوق قوي، يعني ما يكونش بينها وبين الكنبة مثلا 70 سنتي، لأن ده بيبقى شكل يعني مش منسق قوي ومش مريح للعين. رقم 3 برضو ليه دعوة بأن اللوحة يكون تحتها حاجة. اللوحة مش المفروض تكون أقل في العرض من تلتين القطعة اللي تحتها. يعني لوحة مثلا فوق كنبة أو فوق بوفيه، لو القطعة دي الكونسول مثلا عرضه 1.5 متر، يبقى اللوحة ما يقلش عرضها عن متر. ممكن يزيد، ممكن اللوحة تكون أعرض كمان من متر، بس بلاش تقل عن تلتين عرض الحاجة اللي تحتها. رقم 4، لو حاطة مجموعة من اللوحات ما تبعديش قوي المسافات اللي بينهم، خلي ما بين كل واحدة والتانية ما بين 3 و7 سنتي، ممكن بالكتير 10 سنتي، بس بلاش تبعديهم قوي عن بعض. اعتبريهم وحدة واحدة بتكون لوحة واحدة بدل حاجات ملهاش علاقة ببعض. رقم 5، وانتي بتعلقي الحاجات على الحوائط ما تنسيش ان في حاجات كتير غير اللوحات والصور. عندك مثلا طبق او اطباق ديكورية، عندك ممكن تعلقي سجادة جميلة، ممكن ساعة شكلها حلو، ممكن طبعا مراية، ممكن شمعدان، وغيرها كتير من الحاجات اللي بتخلي شكل الحوائط جميل، وخصوصا لو الحاجة دي ليها معنى أو ذكرى جميلة عندك. آخر حاجة بقى زي ما وعدتك، لو مش فاكرة أي حاجة من اللي احنا اتكلمنا فيهم دول، في العموم خلي اللوحة أقرب للأرض وخليها أكبر وأعرض. يعني لو مترددة أعلقها فين، نزليها تحت شوية، ولو مترددة أجيب اللوحة الأصغر أو الأكبر، هاتي الأكبر. اللوحات الصغيرة بيبقى شكلها ومش متوازن على الحوائط الكبيرة، ولو لوحة كبيرة على حيطة صغيرة مفيش مشكلة، بيبقى شكلها جميل وفخم وحلو. وبس كده، قولي لنا كل أسئلتك واستمتعي بإنك تزيني بيتك بلوحات وقطع تانية جميلة تدي الحوائط شكل حلو.